وطول. بص لحد فين؟ طب بص عشان تتكسر، ضمينا لحد فين؟ ده شغلنا. بص الصلابه، معلش دي سكرينة ايفون. بص اشتري صح عشان تعرف تبيع صح. لو لاحظنا هنلاقي هم 3 4 تجار في العتبه اللي بيستوردوا السكرينات، كله بيشيل السكرينه وبيوريك وهي بتجري على الشاشه بس. طب تعالى لحد بقى معلش يجيب لك قوه صلابه تخبط كده، مفيش. تعالى لحد يتنها جامد، مش هتلاقي. كل الناس بتعمل اختبار وهي بتجري. انت كمحل لو انت كعميل اشتري صح عشان تعرف تبيع صح. اشتري حاجه ماتيريال كويسه، اشتري حاجه جوده كويسه. سيبك من مستوردين، انا اسف معلش، كله بيبيع سكرينات هي الواجهه، بس اختلاف في الاستيكرات دي. ويجي يقول لك انا جايب 20 حاويه، وده يقول لك انا جايب 50 حاويه وانا قفلت اللعبه. مفيش حد اسمها يا جماعه قفل اللعبه. اللعبه لسه واسعه والجيم كبير والسوق كبير جدا. ولو لاحظنا المحلات هتلاقي هم 3 4 مستوردين اللي في مصر كلهم اللي بينزلوا سكرينات، وهم بينزلوا روشته بيكرروها بفضل الله تعالى وتوفيق ربنا علينا. اللهم بارك. بصوا طول هنا منزل سكرينه بي جي، قوه تحمل محترم، سكرينه كويسه بتتكسر بس قوه تحملها اقوى شويه. وبفضل الله تعالى في شغل فاميه 360 على باكت، حاجه محترمه ما بتنزلش السوق. لو انت عايز تميز نفسك كعميل او محل، تابعنا كل فيديوهاتنا. اخوك منعم هنا في محل بص وطل سكرينه بي جي. سلام عليكم.